من قلب مدينة الدار البيضاء ضابط مخابرات كينهي حياته بطريقة مأساوية. السلام عليكم متابعينا الكرام، مرة أخرى في نبض الواقع. الخميس اللي فات في مدينة الدار البيضاء وتحديدا في منطقة سيتي عين السبع اهتزت المنطقة على واقع حديث صادم. ضابط مخابرات شاب من مواليد 1992 قرر أن حياته بطريقة جد مروعة. المصادر كتقول بلي الضحيه لف حبل في العنق ديالو، ومن بعدها قفز من شرجمه المنزل اللي كان في الطوابق العليا ديال واحد المجمع سكني معروف في المنطقه. السلطات المحليه والشرطه القضائيه وعناصر الوقايه المدنيه وصلوا مباشره لعين المكان من بعد ما توصلوا بالخبر. تم تطويق المنطقه وبدات التحقيقات تحت اشراف النيابه العامه. نقلوا الجثه لمصلحه الطب الشرعي في مستشفى الرحمه باش يديروا لها التشريح الطبي. دوافع الحديث باقي غامضه، ولكن التحقيقات غادي تشمل الاوضاع النفسيه والمهنيه ديال الضحيه باش يفهموا السبب اللي خلاه يدير هذا الفعل المأساوي. في الحقيقة بحال هاد الحوادث كيخليونا نرجعوا نفكروا مزيان في قيمة الحياة ونبدلوا جهدنا باش نواجهوا الصعوبات بطريقة إيجابية. كان معكم نبض الواقع. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك ومتابعة. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. في أمان الله.